تحكي هذه القصة عن تجربة مرعبة عاشها مجموعة من الأشخاص أثناء رحلتهم في الصحراء الجزائرية. كانوا يقومون برحلة استكشافية في الصحراء بحثا عن مغامرة وتجربة جديدة في إحدى الليالي الظلماء. وعندما كانوا يجتمعون حول النار ليتناول الطعام ويستمتعون بالأجواء الهادئة، شعروا بوجود شيء غريب يلاحقهم. كانت هناك أصوات غامضة وصرير غريب يصدر من الظلام، مما أثار حالة من الرعب والذعر بين الرحالة. وفي أثناء تلك اللحظات المرعبة شاهدوا ظهور ظلال غريبة تحيط بهم من جميع الجهات. تحركت الظلال بشكل غير مفهوم، وبدأوا يرون أشكالا مخيفة ووجوها مشوهة يظهر ويختفي في الظلام. قرر الرحالة الهروب من المكان والعودة إلى المخيم، لكنهم واجهوا صعوبات في العثور على الطريق بين تلك الظلال المخيفة. عودت الأصوات الغامضة الظهور والتحول، مما أدى إلى زيادة حالة الهلع والرعب بينهم. بعدها انتظموا في محاولة يائسة للهروب، وبعد ساعات طويلة من الهرب والركض استطاعوا الوصول إلى منطقة مأهولة وطلبوا المساعدة. تبين لاحقا أن تلك الظاهرة المرعبة كانت نتيجة لتجربة طبيعية. دعونا نتعرف عليها.